يا مساء الفل، مساء الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيك؟ وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده قررت ان انا هعمل مخلل مشكل. فهنا كده جبت قرنبيطتين. انا فصصت شويه دول عشان اخللهم، والباقي عملته قرنبيط يعني بالبيض وكده. كان وحشنا وبنودع بقى القرنبيط، لان كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى الشتا خلصت واللي هو القرنبيط والكرنب والحاجات دي بتبقى حاجات شتويه اكتر يعني. فاليوم ده كان معجنه، ولو ما شفتيش الفيديو اللي فات ادخلي شوفيه، هو فيديو الليمون المخلل. انا عملته قبل ما اعمل المخلل المشكل، ابتديت بالليمون عشان كان اسهل، وبعد كده قررت ان انا اعمل الحاجات دي. فلو ما شفتيش الفيديو ادخلي شوفيه وكملي الفيديو ده ادخلي شوفي التاني. هنا طبعا كان اليوم ده كنت بعمل فيه صلصات بقى، وبعمل فيه حاجات، وبوضب فيه خضاري اللي جايباه بتاع الاسبوع والكلام ده. فغليت ميه، اول ما الميه ابتدت تغلي نزلت في القرنبيط، نزلت فيها بالقرنبيط اللي هو مقطعاه ده. تقريبا بالظبط خد 30 ثانيه، او نص دقيقه، دقيقه الا ربع. اللي هو يا دوبك كده الميه تغلي بيه، تقلب تقلبتين كده علشان خاطر اطلع الغازات بتاعته. تمام. هنا كده كنت جايبه لفت، بس والله الحمد يعني ماليش نصيب فيه، ما كانش حلو. وجزر، جايبه 6 كيلو جزر، و2 كيلو ونص خيار. آه وابتديت بقى ان انا هعمل مشكل كده ايه، فلفل، وكنت جايبه ربع كيلو فلفل احمر. الفلفل بقى فظيع، سعره عالي جدا. يعني جايبه الربع كيلو ب7.5، الفلفل بقى ب30 جنيه، الفلفل الصغير الاحمر ده. والفلفل التاني ب16، اللي هو الحامي الاخضر، اللي هو الفلفل الاخضر العادي ده، الحامي اللي بنحطه في الاكل. ب16 جنيه. الجزر جايبه كيلو ونص ب10، والخيار كيلو وربع ب10. واللفت جبت ال2.5 ب10، بس طلع شايف. ومش هكررها تاني ان انا اجيب لفت نهائي في امشير او في اي شهر بعد طوبة. لان اللي عايزة تتعود تشتري يعني اللفت بالذات كده بيشتروه امتى؟ في طوبة. ويكون اللفت مطين عليه طينة كده من بره، يعني مش عشان ما يبقاش شايخ. فهنا قطعته لقيته كله شايخ. هو انا حطيت عليه ملح وركنته في برطمان تاني، مرضتش اشكله مع ده. وانا ونصيبي بقى، يا يطلع يا ما يطلعش. الله اعلم يعني. بس انا بنتي قالت لي ماما جربيه، طب مش هيخسر حاجه غير شويه الملح، فانتي جربيه كده وشوفي هينفع ولا لا. هنا كده كنت بوريكم ان انا بقطع الجزر والخيار ازاي والحاجه. هقطع بقى الجزر كده حتت، والفلفل الاحمر ده هشيل القمع بتاعه واديله شقه كده من الجنب. هنا كنت حطيت اللفت، وبعد كده رحت راكناه بقى في مكان تاني، مرضتش احطه مع الخيار. مش هحطه معاه يعني. هقطعه واركنه لوحده خالص، بعيد عن المخللات المشكله بتاعتي. اعملي بقى المخلل ده يعني مثلا كمان 10 ايام هتاكلي منه، او اسبوعين. حتى لو فتحتي عليه مثلا بعد كام يوم في رمضان، فانتي بتاكلي حاجه نظيفه، بتاكلي ولادك حاجه نظيفه. مش اي حاجه وخلاص، مش حاجه من الشارع، مش حاجه من احنا مش عارفين هم غاسلينها ولا مش غاسلينها. غاسلين الحاجات اللي عاملين فيها اصلا المخلل ولا لا. آه، كده. فانتي يعني ممكن تبقى حاجات مش ادميه اصلا اللي مستخدمينها في المخلات. فاعملي الحاجه في البيت احسن لك، يعني الناس اللي بتحب تعمل الاكل في البيت او مخلات. ومفيش حد بيتولد متعلم، يعني انا كل حاجه متعلماها بنفسي يعني، مع التجربه. وكنت بفشل في حاجات كتير والحمد لله، يعني الحمد لله حاليا لا. مش قوي. بفشل برضه بس مش قوي. آه خلاص بقى عرفت ايه بيتحط مع ايه، فيديكي التست بتاع ايه يعني. هي خبرة بقى، ان هو انت لما تبقي على طول بتعملي اكل، فبتبقي على طول واخدة على ان انت تشتغلي وكده. انا كده بقى كنت بقطع الخيار والجزر، والحمد لله ربنا ستر. يعني انا عورت صباعي من القطاعة دي، مش حلوة. انا عايزة اجيب واحدة زيها بس بايد بقى، عشان تقطع لي الحاجة مشكلة كده، اللي هي الزاوية دي، اللي هو بوهمهم يعني ان انا جايباه من بره والكلام ده. المهم بقى على طول خلي في لسانك ذكر ربنا، على طول استغفاري، على طول سبحي. في ناس بتسبح على السبحة الإلكترونية، أنا كنت جايباها. وبعمل رقم بقى وببقى فرحانة قوي بيها. بس ما كنتش مرتاحة لها، يعني أنا عايزة السبحة اللي بجد دي، اللي هي السبحة الحب بقى كده فلقيت اكتشاف بقى، لقيت ست كده قاعدة معايا جنبي في المترو. فلقيتها ماسكة سبحة شكلها عجبني، من الجنبين نازل منها دلايتين كده. جنب فيه 10 حبات، وجنب التاني فيه 10 حبات. فبسألها بقى يا طنط ايه دي؟ فقالت لي سبحة انا بسبح عليها كل ما تعدي 100، هي السبحة فيها 100 حباية. كل ما تعدي 100 هتلاقي تحطي ترفعي خرزة من الخرز اللي في الجنب ده. تكملي ال10 خرزات، يبقى انت كده عديتي 1000. ترفعي خرزة من الجنب التاني. عجبتني قوي، دخلت دماغي يعني السبحة بتاعتها. فدورت لحد ما اشتريت حاجة زيها، وهدور لحد ما اشتري نفس النوع بقى.
يعني حاجة حلوة. هنا كنت قطعت الجزر وقطعت كده كام قرن فلفل، كام قرن فلفل كده صغيرين. الجزر طبعا كان جاي عليه البنجر لان انا مقطعه بنجر كمان، مقطعه بنجرايه هتلاقوا تحت الجزر كده شويه، فكان ميه البنجريه جايه في الصينيه اللي عليها الجزر، فعملت جنب الجزر كده خلته محمر. عامه البنجر خلى الجزر واللفت والحاجه لونها محمر كده، تحفه 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 يعني. وان شاء الله الطعم يطلع جامد. احنا طبعا هنفتحه على اول رمضان. بعد كام يوم كده هبتدي بقى ايه ادوق الميه بتاعته، حادق عادب، عايز ملح، عايز ميه، الكلام ده. بعد 3 4 ايام نبتدي نفتح على المخلل وندوق الميه بتاعته ونشوفها مظبوط ملحها ولا عادب ولا حادق، عشان الحاجه بتاعتك تبقى مظبوطه. يعني لو عادب هنزود ملح، هناخد شويه ميه من اللي احنا من اللي في المخلل ونقلب فيهم ملح ونحطهم، ونرك البرطمان. محتاج ميه، نخفف الميه شويه. هنا كده كنت قلبت الخضار مع بعضه عشان يبقى مشكل كده في وسط بعضيه. وممكن تحطيه طبقات يعني. نجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي كان عليها الجزر والحاجه، بشرت عليها جزرتين كبار، حطيت شويه حبه البركه، احط هريسه شطه، دول معلقتين هريسه شطه عشان المخلل يطلع سبايسي كده، مع ان فيه فلفل يعني بس انا حبيت اوحوحهم زياده. دي بقى هحط منها طبقات كده او هحطها على الميه، يعني حسب انت عايزه تعملي ايه. في ناس بتقلبها على المخلل ده، بس انا لقيت الكميه كبيره ومش هعرف اقلبه بصراحه. انا عايزه القروانه الكبيره دي اللي بيتحط فيها احط فيها الحاجه واقلبها. وما عنديش اللي هي حاجه للاكل، يعني ما عنديش واحده للاكل، لا انا ما عنديش قروانه اللي هي اقلب فيها اكل وكده، فقلت لا خليني كده اشتغل بالنظام ده. انا حطيت كل لتر ميه عليه 4 معالق ملح. انا استخدمت في الموضوع ده كام دول دول 6 لتر، وهحط ميه تاني، فانا حطيت على 6 لتر كوبايتين خل خلاص، وحطيت على كل لتر ميه 4 معالق ملح، يعني حطيت 24 معلقه. وهنا ده قلبت بقى الجزر والحاجه اللي انا كنت بشراها دي، وابتدي بقى انزل بيهم على المخلل. عبيت البرطمانات، انا طبعا ايدي متعوره فبناتي ساعدوني فيهم علشان خاطر اعرف يعني اعرف احطهم وكده. ابتدي بقى اكمل البرطمانات بالميه، اللي هي الميه المتدوب فيها بقى الملح ومتدوب فيها هريسه الشطه والجزر وحبه البركه والكلام ده. فهنا كده اكمل بقى البرطمانين واعمل ميه تاني عشان لقيت البرطمانين ناقصين. تنسونيش بدعوه حلوه يا جماعه. هنا كده كنت زودت الميه وحطيت شويه زيت، ميه وملح طبعا، كل لتر عليه شويه ملح. احط بقى شويه زيت على المخلل واغطيه واسيبه بقى رمضان. كل سنه وانتم طيبين.